مين فينا مش محتاج طاجن كوارع شبه ده ومعاه فتة بالصلصة الخطيرة دي؟ وكمان مش هتكون فتة تقليدية، المرة دي هتبقى فتة بالرز والشعرية. انا عملت معاكم قبل كده فتة بالرز الابيض العادية ومعاها لحمة موزة، بس في ناس عشان الفتة بالرز والشعرية، فعشان كده قررت النهاردة اقدم لكم طريقتها وانتي باختيارك. تقدري تعمليها برز ابيض عادي. هنعملها الاكلة دي من الالف للياء. بعت جبت فردتين كوارع وخليت الجزار ينضفهالي كويس ويكسرهالي، بس مهما نضفها لازم نأكد احنا عليها. انا هجيب كده بولة واحط فيها الكوارع وهضيف فيها كزبرة 3 معالق ملح، فلفل اسمر حبتين ينسون نجمة، ورق لورا وحبهان، 3 معالق سكر، حبتين قرنفل، وواحد قرفة سيجار، و3 معالق دقيق. بس كده. كل دي منكهات بتغير من طعم الكوارع وبتشد منها الزفارة. هدعك بقى بايدي كويس جدا زي مساج كده، رايح جاي، وامسك واحدة واحدة ادعكها واسيبها فيها بقى نص ساعة تتنقع. وعلى ما تتنقع هجيب اول حلة وهملاها مية، ودي الحلة اللي انا هسلق فيها الكوارع. هضيفها على النار تغلي براحتها وابدأ املي حلة تانية هسلق فيها. طبعا اللي يجي في بالك هسلق في حلتين ليه؟ بس انا هديها غلوة الاول تنزل الزفارة عشان اضمن ان الشوربة تكون صافية ونضيفة تماما، والحلة التانية دي هسوي فيها الكوارع خلاص. ارجع بقى اشطف الكوارع من محلول النقع، هفتح عليها المية واغسلها كده، وبعدها اشطفها من المنكهات والدقيق. شوف الاختلاف، حتى لونها هيكون افتح من الاول. هشطفها كده مرتين 3 لحد ما اتاكد ان المية صافية تماما خلاص. انا اتاكدت ان شطفتها كويس والدقيق وكل اللي فيها نزل. هاخدها وانزلها في الحلة اللي هغلي فيها. تأكيد تاني، المية دي هتترمي، هو مجرد بس ان انا هشد منها الزفارة، نزل كل الزفارة بتاعتها فيها. مش هحط منكهات، مش هحط ملح، مش هحط اي حاجة. انا يادوب هسيبها تغلي غلوتين كده تشد الزفارة منها، وبعد كده هرمي المية دي خالص. انا مش محتاجاها في حاجة عشان احط فيها اصلا منكهات. انا هحط منكهات في الحلة التانية. خلاص كده كانت غليت، هاخد الحلة على الحوض، هصفي المية منها كويس وهغسلها بايدي. هنغسلها تاني وتالت ورابع، كده كده كلنا عارفين ان الكوارع والكرش والحاجات دي كلها لازم نظافة تامة. نغسلها ونغليها ونشيل الزفارة منها. كده هتكون الحلة التانية غليت، هاخدها وانزل فيها الكوارع، هغطيها. بصوا ما شاء الله المية صافية ازاي. هبدأ بقى احط فيها المنكهات. معايا هنا توم وبصل، هنزل بالثوم والبصل في الشوربة. بعدها هكون مقطعة جزر حلقات هنزل بيه، واغطيها واسيبها تستوي. وشوية كده هفتح عليها تاني، هبدأ احط قرنفل وحاجة بسيطة جدا عشان ما يغمقش من الفلفل الاسمر، كزبرة وحبهان، ورق لورا، وسكر عشان يسرع معايا عملية التسوية، قرفة سيجار، وبابريكا، وملح. وغطي واسيبها تكمل سوا براحتها. وازود الشوربة كل شوية، لو عندك حلة ضغط يبقى افضل بحيث تسرع عملية السوا معاكي. غطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. بص هنا ما شاء الله الشوربة عاملة ازاي. هسيبها تكمل سوا وابدأ احضر الرز. في حلة على النار هنزل بالزيت يسخن وانزل بالشعرية، وطول ما هي على النار تكون ايدي فيها عشان ما تتحرقش مني او تتلسع. يعني نحاول ما نسهاش عليها. اقلب كده لحد ما تاخد اللون الجلد، واكون غاسله الرز ومصفيه. واول ما توصل لدرجه التحمير دي انزل بالرز عليها واقلب كله مع بعضه كويس. انا مش هنزل بالميه على طول، هشوح شويه عشان يفلفل كده وكل حبه تبقى بحبتها. وهنزل عليها بالشوربه، والشوربه تكون مغليه ممكن ميه عشان يسرع السوا وكمان يطلعه مفلفل. وما تقلقيش الشوربه مش هتغمقه لان احنا اصلا حاطين فيها دوبك نطره فلفل اسمر، فكده كده الشوربه اصلا مش غامقه. انا كده هقلبه واضيف الملح واسيبه يدوبك يغلي ويشرب من ميته، واوطي عليه النار. وفي حله تانية هحط زيت واكون فرمه نص راس توم، هشوحها يدوبك، انا عايزه ريحتها تطلع مش عايزاها تتحمر. وهكون فرمه فلفل احمر بيعلي التست معايا جدا، هضيفه واشوح. واكون عصره كيلو طماطم ومصفياه كويس. طبعا صلصة الفتة ما بتكونش الطماطم فيها بتفلها، بنصفيها. هنزل كده بالطماطم بتاعتي كلها، وانا مش هحط برضو اي منكهات دلوقتي، انا هسيبها ان هي تغلي. اول ما تغلي هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي. هضيف ملح وفلفل كزبرة وحبهان، ورق لورا وقرنفل ورشة من جوز الطيب. دي المكونات اللي انا هحطها.
حابة توابل تانية عندك تمام، بس مش عايزين نكتر التوابل قوي فيها، هي حاجات بسيطة. هقلب كده كل المكونات مع بعض وابدأ ان انا اوطي عليها واسيبها تغلي براحتها. هسيبها وابدأ احضر الطاجن. معايا هنا بصلتين كبار متقطعين، معاهم فلفل احمر مقطعاه مكعبات، وبعد كده هنزل بمقدار مثلا معلقتين صلصة اللي هي الجاهزة، وكوباية من الطماطم، عصير الطماطم، وشوية من المية، و4 فصوص من الثوم. هحطهم سلام، عايزة تفرميهم براحتك، وانا بفضل اصلا ان هي تكون متشوحة، هتدي التست اعلى. البصل بالطماطم بالفلفل كل ده يتشوح على النار، وانزل عليه بالكوارع، وبعد كده احطه في طاجن وادخله الفرن. بس انا كنت حباها ني في ني كده عشان تبقى خفيفة، كده كده الكوارع اصلا بتبقى تقيلة لوحدها، فمش محتاجة ان انا اشوح واسبك. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وانزل بالتوابل عبارة عن فلفل اسمر، كمون، حبهان، ورق لورا، بابريكا، قرفة وملح وجوز الطيب، واقلب ده كله في بعض. زي ما قلت تقدري تشوحيها على النار، هيدي تيست افضل طبعا. لو بتحبيها خفيفة يبقى اعمليها زي كده بالظبط. خلاص كده قلبتهم، هبدأ ان انا انزل بالكوارع بعد ما صفيتها كده واستوت، واقلبها مع الخليط ده، وهنزل عليها بكوباية من الشوربة بتاعت الكوارع. هقلبها كده في التوابل عشان تاخد طعم، وانزل على الوش بقرنين فلفل احمر حامي، بيعلي التست معايا جامد جدا. وعلى الوش هضيف طماطم، شرايح من الطماطم، قبل ما تدخل الفرن عشان ما تنشفش معايا جوه. تقدري برضو تقطعي الطماطم مكعبات لو مش حابه انها تكون شكلها كده، هنقطعها مكعبات عادي وبرضو هيكون شكلها حلو. هبدأ اغطيها بورق ألمونيوم وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. هي كده كده مستوية، انا عايزاها بس تشرب من الخضار المحطوط. ادخلها الفرن واسيبها براحتها. وبعد كده هكون مقطعة عيش مثلثات، عيش ابيض، عيش برده، حسب المتوفر عندك، اي حاجة هتنفع. اول ما الزيت يسخن عندي هنزل عليه بالعيش كده، هو ما بياخدش وقت، لازم تكون عينك عليه وايدك فيه على طول. اول ما ياخد اللون الجولد ده هطلعه. هو الافضل تحطيه على مناديل، انا هنا كنت نسيت، هرجع احطه على مناديل، وبين كل طبقة وطبقة هطلعها هحط مناديل عشان تشرب الزيت وما تطريش العيش معايا. اول ما اخلص الكمية بتاعة العيش كلها هوريكم دلوقتي الصلصة عاملة ازاي، بس ما شاء الله متسبكة وجميلة جدا. هنا هبدأ افتح على الطاجن، شايفين اللون خطير والشكل خطير والريحة خطيرة اكتر واكتر. هاخد ده كله واغرف بقى. انا قدمت الصلصة بولة لوحدها والرز لوحده، حطيت فوقه العيش، والكوارع رصيتها على اطراف الطبق. بجد الكوارع كانت مستوية كويس جدا، بخاطر الفرن دي علت من التست بتاعها. العيش بحبه يقرمش كده، لو بتحبيه طري يفضل شوية من الصلصة عليه، يكون احسن من الشوربة. وكمان شوربة الكوارع تفتح النفس، وعليها عصرة ليمون واكلة ترم العظم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ العيش طعمه يجنن لما بيتقلي عن لما بتدخليه في الفرن، لان بيطلع منه ساعات طري. شايفين الكوارع؟ انا كان معايا هنا كوارع قطعتها وقدمتها في الشوربة، شكلها تحفة ولون الشوربة تحفة. جربوها وبألف هنا على قلبكم، وصدقوني هتعجبكم جدا.